يشرحه ابن تيمية ليس مسألة. حين يكون الحديث عن التوحيد فنحن لا نتحدث عن باب من أبواب العلم فحسب، ولا عن فصل من فصول العقيدة، بل نتحدث عن روح الدين كله، وعن الأساس الذي بني عليه الكون والشرع والنبوات، وعن تلك الكلمة التي من أجلها خلق الإنسان، وبها قامت السماوات والأرض، ومن أجلها أنزل الوحي، وقامت الحجة، وانقسم الناس إلى مؤمن وكافر. والتوحيد ليس فكرة ذهنية تدرس، ولا موضوعا يتناقش فيه، بل هو حياة تعاش، ونفس يتنفس، وكرامة يعيش بها القلب فلا ينحني إلا لله. في كتاب العقيدة الواسطية يقف شيخ الإسلام ابن تيمية ليعيد توجيه البوصلة في زمن اختلطت فيه العقول، واختلفت فيه الطرق، وكثرت فيه الفلسفات، وتداخلت مفاهيم الناس عن الله. لم يقدم ابن تيمية عقيدة جديدة، بل عاد بالمسلمين إلى صفاء الوحي الأول، إلى نور القرآن والسنة، دون تكلف المتكلمين ولا فلسفة المتفلسفين، ولا تحميل النصوص ما لا تحتمل، ولا نفي ما أثبته الله لنفسه. جاء ليقول بصوت واضح إن التوحيد ليس موضوعا للجدل، بل طريق للهداية والقرب. التوحيد عند ابن تيمية ليس كلمات تحفظ، بل معرفة توقظ القلب، وتجعله يرى الله كما عرفه الرسل، وتمنحه يقينا لا تهزه الفتن، ومحبة لا تقطعها الشهوات، ورهبة لا تصمد أمامها الدنيا كلها. وهو يعلم أن التوحيد ليس مجرد إثبات وجود الله، فهذا يعرفه كل أحد، بل هو أن يعرف الإنسان ربه معرفة توقظه وتطهر قلبه، وتجعله عبدا لله باطنا وظاهرا. فالذي يتعلم التوحيد حقا لا يمكن أن يبقى قلبه كما كان، لأن التوحيد يمس الداخل قبل الخارج، ويصنع للإنسان حياة جديدة، حياة يرى فيها يد الله في كل شيء، حياة يشعر فيها بنعمة الله في كل لحظة، حياة يغدو فيها الله أقرب إليه من نفسه. وحين تفتح الواسطية تجد ابن تيمية يقدم التوحيد بثلاثة أبواب مترابطة. يبدأ بتوحيد الربوبية ليعرفك بمن خلقك ورزقك ورباك، ثم ينتقل إلى توحيد الألوهية ليأخذ بيدك إلى باب العبودية الخالصة، ثم يفتح لك باب الأسماء والصفات لتعرف الله كما وصف نفسه، لا كما وصفه الناس بأهوائهم. فأنت في الحقيقة لا تسير بين مسائل علمية، بل تسير بين مقامات روحية تربط قلبك بربك. التوحيد ليس درسا، بل تربية، وليس علما، بل نورا، وليس قضية كلامية، بل صراط مستقيم. ولهذا كان التوحيد عند ابن تيمية علاجا لكل أنواع القلق والاضطراب، ودواء لكل حيرة فكرية، وحصنا لكل نفس تعصفها الشهوات والشبهات، لأن من عرف ربه حقا استقام قلبه، وانصلح عقله، واطمأنت روحه، واستراح من صراع الدنيا الذي لا ينتهي. فالتوحيد كما يشرحه ابن تيمية ليس مسألة ما الذي نعتقده، بل ما الذي نعيشه. يا من تبحث عن السكينة، في التوحيد تجدها. يا من يتعبك الخوف من المستقبل، في التوحيد طمأنينتك. يا من يثقل صدرك الهم، في التوحيد دواؤك. يا من يضيق عليك الناس أو الأحداث أو الظروف، في التوحيد ملجأك. فإذا استراح القلب لله فما الذي يمكن أن يزعجه بعد ذلك؟ وسر جمال هذا الكتاب أن ابن تيمية لا يخاطب العقل وحده ولا القلب وحده، بل يخاطبهما معا، يخاطب الإنسان كاملا. يفتح لك باب العقل لتفهم، ويفتح لك باب القلب لتخشع، ويفتح لك باب السلوك لتتغير. ولهذا نستعرض في هذا الفيديو التوحيد عند ابن تيمية كما قدمه في العقيدة الواسطية.